هل فيني اتسرق؟ طب هل فيني اتظلم؟ خلينا نقول اتظلم بلاش اتسرق. طب هل رودري يستحقها؟ طب احنا من وجهة نظرنا احنا البالون دور دي مش مفروض ياخدها اللاعب الممتع في الملعب، اللاعب المبهر بصريا؟ طب هل فيني معاه كل المقومات وعنده الأولوية ان هو يكسب البالون دور؟ تعالوا كده نشوف اجابات الكلام ده واسباب الضجة اللي معمولة على فوز رودري وعدم فوز فينيسيوس بالبالون دور. قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، وتتفرجوش وتجروا، ويلا بينا نشوف هنقول ايه. هل فيني اتظلم؟ طبعا فيني اتظلم. وطبعا اي حد سواء بيشجع برشلونه او ريال مدريد او اي فرقه هيقول لك فيني اتظلم، لان فيني من اللعيبه القليله جدا في العالم حاليا اللي بيعمل حاجات يبهرك. طيب هل رودري ما يستحقهاش؟ لا، رودري يستحقها عادي عادي جدا، وهنقول اسباب في الحلقه قدام لسه. طيب هل فيني معاه كل المقومات وعنده اولويه ان هو يكسب البالون دور؟ ممكن نقول ان هي نسبة مش كبيرة أوي، يعني لو هنقول 55 45، إنما ليه أولوية لسبب بسيط جدا، إن هما متعادلين تقريبا في كل حاجة، بس فيني عنده أولوية في حتة الإبهار والمهارة والإمتاع، كل ده في فيني مش في رودري خالص. وأنا بالنسبة لي إن البالون دور هي فكرة أحسن لاعب في العالم، أفضل لاعب في العالم، مش اللاعب اللي أرقامه كبيرة. طيب أحسن لاعب أو أفضل لاعب في العالم ده بناء على إيه؟ بناء على إن أنت تحب تتفرج على الكورة بسببه. يعني اللاعب ده بيروج لك للكوره، بيروج للكوره ازاي؟ ان لو واحد ماشي من بره ما يعرفش اي حاجه عن الكوره، فهيشوف فينيسيوس في الملعب هيقول لك ايه ده، اللاعب ده بيعمل حاجات حلوه جدا، ده لا يتبسط. ان حد يبقى معدي كده يبص على فينيسيوس يتبسط. هل حد لو معدي يتفرج على رودري هيتبسط؟ لا. هي دي كل مشكلتي مع فكره البالون دور، ان ان لاعب زي رودري مع كل الاحترام بس هو ارقامه كويسه جدا، خد بطولات على المستوى الفردي، عامل عظمه مع مانشستر سيتي. الفرقه اول ما رودري غاب عنهم خسروا، بس انا بتكلم دلوقتي في نقطه تانية خالص. طيب ده كده كان الجانب بتاع فيني، او الجانب اللي بيقولوا ان فينيسيوس يكسب البالون دور. طيب الجانب التاني، خلينا ناخد الجانب التاني شويه. الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي اتكلم في ان اللعب النظيف ده موجود من زمان جدا، بس ريال مدريد هو اللي بيتفنن في النفاق، ولو الامور مش في صفه بيعمل اللي هو عمله ده. طيب تاني حاجه اتكلم ان رودري يستحق الجايزه بنسبه 100%، وان هو اتفوق على فيني في اللعب النظيف وفي بعض الارقام زي الاسيستات. وكمان بيتكلم ان مودريتش كان واخد نفس الجايزه دي قبل كده، واتكلم برضو على ان كل اللي متضايقين من فوز رودري يروحوا يتفرجوا على بعض الماتشات لفينيسيوس، وهو دايما كل ماتش بيتفنن ان هو يتخانق مع الجماهير، يتخانق مع لعيبه الخصم، يتخانق مع الحكام، وان ده مش واجهه كويسه للعبه بتاعتنا. واخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها، اتكلم على ان رودري قدر ان هو 72 ماتش على التوالي ما بيخسرش، قدر ان هو يعمل اسيستات اكتر من فينيسيوس، قدر ان هو يجيب 12 جون، وكل الكلام ده بالرغم من ان هو لاعب ارتكاز. وكمان قدر ان هو يكسب اليورو والدوري الانجليزي وكاس العالم للانديه، وخد احسن لاعب في اليورو وكاس العالم للانديه. وقال ان رودري ده لو في فرقه بيريز، كان بيريز مش هيقول اي حاجه وكان هيدعم فوز رودري بالبالون دور. وان كره القدم قبل ما تبقى في الملعب، كره القدم احترام ما بين كل اللعيبه وبعضهم، وما بين كل الفرق وبعضهم. ده كان كلام الكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي. وده كان الجانب الثاني من الحكايه، اللي هو فكره ان احنا خدنا جانب فينيسيوس شويه، ده الجانب بتاع رودري. طيب خلونا بقى ناخد كلام تشيفرين ده ونشوف الكلام ده صح ولا لا، وخلينا نقول بعض ارقام الاثنين لعيبه. اول واحد فينيسيوس لعب الموسم اللي فات 49 ماتش، جاب 26 جون، عمل 11 اسيست، قدر ان هو يكسب دوري الابطال، كسب الدوري الاسباني، كسب السوبر الاسباني. مع منتخب البرازيل طلعوا تقريبا من الدور الاول، يعني الدور الاول بعد المجموعات. فهو ما عملش حاجه مع البرازيل، ارقامه الاقوى مع ريال مدريد. طيب ارقام رودري لعب 63 ماتش، جاب 12 جون، عمل 14 اسيست، قدر ان هو يكسب الدوري الانجليزي، كاس العالم للانديه، اليورو، السوبر الاوروبي، وخد زي ما قلنا احسن لاعب في اليورو. هو احسن لاعب في البطوله كلها واحسن لاعب في كاس العالم للانديه. طيب خلينا بقى نحط الارقام دي على جنب شويه ونرجع بالزمن 7 سنين لورا، وخصوصا سنه 2018 الفائز بالبالون دور كان لوكا مودريتش في السنه دي لعب 50 ماتش، قدر ان هو يكسب او قدر ان هو يجيب 4 تجوان وعمل 11 اسيست، كسب دوري الابطال، وخد مع كرواتيا الفضيه بتاعه كاس العالم،
ومش بس كده، خد احسن لاعب في كاس العالم كله. طيب في نفس السنه دي ميسي كان معاه 45 جون وعامل 20 اسيست، محمد صلاح كان معاه 44 جون و14 اسيست، كريستيانو رونالدو كان 44 جون و7 اسيستات، جريزمان كان جايب 29 جون و15 اسيست تقريبا، وجريزمان كان بطل العالم. طيب بعد كده ما سردنا كل الارقام دي، خلينا بقى نتكلم دلوقتي في انا ليه قلت الارقام دي اصلا. فكره دي سرقه القرن، فكره ان اللي حصل ده كارثه. كل اللي بيتقال من ساعه ما رودري كسب ده انا شايف ان هو بصراحه كلام مش صح خالص، كلام ما ينفعش. لان ببساطه جدا الارقام، لغه الارقام اللي بتتكلم دلوقتي، خلينا نتكلم كارقام بس، يعني هنتكلم كارقام فرديه او بطولات، نسيبنا من الاداء على جنب دلوقتي هنجيله، بس كارقام وكبطولات. هل فينيسيوس متفوق تفوق كاسح على رودريجو؟ لا، بالعكس، رودريجو عامل مساهمات في الاسيستات اعلى من فينيسيوس. طيب عارف ان رودريجو لعب ماتشات اكتر بكتير، تقريبا 14 ماتش زياده، بس خلينا نتكلم في الاول والاخر ان رودريجو ده ارتكاز، فينيسيوس ده جناح، فنحط دي يعني دي هتقف قصاد دي. رودريجو عامل اسيستات اكتر من فيني جايب اجوان اكتر. رودريجو مع المنتخب عمل بطوله، مش هنقول ان هو كان افضل لاعب لان كان في اولمو، لامين يامال، نيكو ويليامز، بس مش هنقول ان هو كان افضل لاعب، بس ممكن نقول ان هو كان الثالث او الرابع. طيب رودريجو مع مانشستر سيتي هل كان لاعب مش مؤثر؟ هل ما كانش افضل لاعب؟ خلينا نقول ان هو كان افضل لاعب في السيتي السنه اللي فاتت، وشفنا لما السيتي غاب عنهم رودريجو في ماتشين ثلاثه تقريبا هم خسروا الماتشين ثلاثه، فرودريجو كان احسن لاعب في السيتي السنه اللي فاتت. الناحيه الثانيه فينيسيوس كان احسن لاعب في ريال مدريد السنه اللي فاتت، وكان حاسم في الاقصائيات بتاعه دوري الابطال بشكل كبير جدا. طيب رودريجو مع اسبانيا زي ما قلنا خد اليورو، كان احسن لاعب في البطوله في اليورو نفسها. الناحيه الثانيه فينيسيوس ما كانش موفق خالص مع البرازيل. فهل الارقام دي بتقول ان الموضوع كارثي لرودريجو او مكسب رودريجو ده كارثي؟ لا، الارقام ما بتقولش كده خالص، الارقام بتقول ان الاثنين تقريبا النسبه 50 50. طب انا ليه في الاول قلت 55 45؟ عشان بقى النقطه اللي اجلناها من شويه، اللي هي نقطه اللاعب جوه الملعب. رودريجو لاعب ارتكاز، هو في الاول والاخر ارتكاز، مهمته ان هو يقطع كور، مهمته ان هو يبني لعب. طب مين اللاعب الممتع بصريا او اللاعب اللي احنا لما نشوفه في الملعب هنتبسط؟ هو فينيسيوس. عشان كده فينيسيوس يتفوق في الحته دي، وعشان كده انا بالنسبه لي هو دي احسن لاعب في العالم، مش اكتر لاعب في العالم واخد بطولات او اكتر لاعب في العالم جايب ارقام. فبالنسبه لي حته المتعه او حته اللعب المبهر بصريا اللي انت تحب تشوفه، لعب الشوارع اللي احنا كلنا بنحبه، اللاعب اللي بيرقص في ربع متر وبيلبس كباري، والحاجات اللي فينيسيوس عملها قصاد دورتموند في النهائي، كل الكلام ده يروح في مصلحه فينيسيوس. طيب اللي ما يروحش في مصلحه فينيسيوس هي طريقته. انا كواحد اعترفت لك ان فينيسيوس من احسن لاعب في العالم، مهريا احسن لاعب في العالم، كل حاجه مبهر بصريا كل حاجه. بس انا واحد مشجع بكره فينيسيوس. لو هتقول لي فينيسيوس ولا رودريجو بتحبه، ما بحبش حد من الاثنين، بس لو هتقول لي بتكره مين هقول لك فينيسيوس طبعا. طبعا وكل جماهير العالم كده باستثناء جمهور ريال مدريد، اللي بالمناسبه لو فينيسيوس لعب قدامهم في ماتش هم اكيد هيكرهوه. لو فينيسيوس لعب قصاد ريال مدريد في ماتش او راح فرقه تانية فهو ريال مدريد هيكرهوه، هم بيحبوه عشان هو اللاعب بتاعهم. فهي دي فكرتي. فانا مش شايف ان الموضوع كارثه خالص خالص خالص. الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير من مشجعين ريال مدريد والناس عموما، بس انا مش شايف الموضوع كارثه. لو هنتكلم ان الجايزه بتتكلم في ارقام الاثنين لعيبه وموضوع اللعب النظيف والكلام ده، لا، فالموضوع مش كارثه خالص. لو هتتكلم في امتاع بصري ومتعه في الملعب، هو مفيش مقارنه اصلا عشان نتكلم. يعني انا مش هقول لك بقى لا فينيسيوس يتفوق، مفيش مقارنه. فانت لو هتتكلم على لاعب في الملعب، مفيش مقارنه خالص. فينيسيوس هيكسبها مليون مره، لو ترشح ليها مليون مره هو ورودري كلاعب في الملعب، وفينيسيوس هيكسبها المليون مره، هيكسبهم كل مره. انما لو هتكلمني بقى ارقام واللعب النظيف وواجهه للعبه بشكل عام، هو بلا شك هي الموضوع مش كارثي خالص. طيب ارقام مودريتش اللي احنا كنا قلناها، وارقام ميسي وصلاح ورونالدو وجريزمان، هنا احنا بنتكلم هنا ان هو ده كان الكارثه. ليه بقى؟ لان انت لو هتكلمني كارقام وكلعب نظيف وكواجهه للعبه، فما فيش زي ميسي وكريستيانو كواجهه للعبه،
ميسي وكريستيانو هم واجهة اللعبة آخر 20 سنة. الناس بتحب ميسي وكريستيانو بعيدا عن كرة القدم أصلا. فلو هتتكلم كواجهة للعبة ميسي وكريستيانو، لو هتتكلم كأرقام ميسي وصلاح وكريستيانو ومعاهم جريزمان كمان، لو هتتكلم بطولات فجريزمان كان معاه كأس العالم، هو اللي كسب كأس العالم من مودريتش نفسه. طيب لو هنتكلم بقى كمتعة احنا في حضرة ليونيل ميسي 2018، انت كنت في حضرة ليونيل ميسي، فما تكلمنيش عن لاعب في العالم او لاعب في التاريخ هيقدم متعه احسن من لما بيقدمها ميسي، بعيدا مثلا عن رونالدينيو، ده الاستثناء الوحيد بالنسبه لي. فما تكلمنيش عن لاعب بيقدم متعه في الملعب قد ميسي. فلو هنتكلم كمتعه طبعا ميسي ده في حته لوحده. ممكن بقى نقارن بعد كده، صلاح 2018 كان حاجه خيال، كريستيانو نسخه اليوفي كان حاجه ممتعه جدا، جريزمان نسخه كاس العالم كانت حاجه رعب. فانت لو هتتكلم كمتعه لا، هي فيها جدا، فيها جدا جدا. ومودريتش ما يتحطش اول على اللعيبه دي. لو هتتكلم ارقام فمودريتش ما يتحطش اول خالص على اللعيبه دي. هتتكلم بقى تقول لي ان هو كان مؤثر، صلاح كان مؤثر، ميسي مؤثر في برشلونه اخر 5 سنين قبل ما يمشي، جريزمان كان مؤثر مع فرنسا هو وبوجبا، ما تقوليش امبابي في 2018، هو وبوجبا. كريستيانو كان مؤثر في الدوري الايطالي مع اليوفي. فلو هتكلمني كتأثير فالتأثير واحد، هتكلمني كمتعة المتعة تقريبا واحد باستثناء ميسي في حتة لوحده، هتكلمني كأرقام أقلهم أصلا مدة. ف... فأنا شايف إن كل اللي بيتقال إن فكرة إن الموضوع كارثي، الموضوع مش كارثي خالص. ممكن فكرة كل الناس وفكرة كمان أبو تريكة اللي قالها في بين سبورت إن أنت يا نيمار ما كسبتش بالون دور ليه؟ عشان أنا كنت في عصر ميسي ورونالدو. طب أنت يا فيني ما كسبتش بالون دور ليه؟ هيقول لك أنا مش كنت في عصر رودري. طبعا ما تنفعش خالص. وهو أي حد بيتكلم كمتعة طبعا عنده حق، اي حد بيتكلم كمتعه طبعا عنده حق. ان ده لاعب هو الاقوى فرديا في العالم، هو صح مليون في الميه. بس انت هتكلمني بقى هي ما بتتحسبش كده، او هم مش بيحسبوها كده. موضوع البالون دور كل سنه معايير جديده، كل سنه معايير مختلفه، كل سنه خناقه جديده، مش عارفين هي بتتحسب كاداء فردي ولا هتتحسب كبطولات ولا هتتحسب ان اللاعب ده احسن لاعب في العالم بصريا. ما هو لو هنحسبها كده يبقى رودري مش هياخدها، هالاند مش هياخدها، ليفا مش هياخدها، لعيبه كتير جدا مش هتاخدها وهدافين جدا. ليه؟ لان اللعيبه دي مش ممتعه. ليفا هو ممتع في فكره ان هو مهاجم كويس جدا هو وهالاند، انما كرويا بقى مهاريا فكره رونالدينيو نيمار اللعيبه المهاريه دي، فكره اللعيبه دي هم لا، هم مش موجودين حاليا غير لعيبه قليله جدا. فهتكلمني ان هي مهارات في الملعب، فيني طبعا ياخدها. هتكلمني ان هي حاجه تانية، الاتنين متساويين والموضوع مش كارثي خالص. معايير البالون دور كل سنه غير التانية. انت بتتكلم اصلا في تصويت لصحفيين، الصحفيين دول ليهم انديه بيشجعوها، ليهم انتماءات. فالانتماءات دي انا اكاد اجزم ان معظم الصحفيين اللي ما بيشجعوش مدريد هم مليون في الميه ما صوتوش لفيني. واللي بيشجعوا مدريد ممكن تلاقي تصويتهم انقسم لفيني وبيلينجهام، وهو ممكن برضه تكون دي من ضمن الاسباب. ان فكره ان في مدريديين نفسهم ما صوتوش لفيني مش عشان هو وحش، لا عشان في بيلينجهام كمان في نفس الفرقه. فبرضه دي كانت بالنسبه لي احدى عوامل ان فينيسيوس ما كسبش، ان التصويت ما راحش ليه من الناس المدريديين بنسبه 100%. فطول ما الموضوع ملوش معايير، طول ما الموضوع ملوش مبادئ محدده، طول ما هيفضل الجدل دايما حوالين البالون دور مين اللي هيكسبها. طول ما بيصوت عليها صحفيين اصلا طول ما الجدل برضه هيفضل كبير. مش هنعرف مين اللي هيكسبها كل سنه، هي كل سنه بتبقى بالمزاج، هم عايزين يكسبوها لده هيقول لك كده. وطبعا مليون في المية فينيسيوس خسرها عشان فكرة السوبر ليج برضه، يعني دي حاجة مطروحة. بس احنا بنتكلم يا جماعة في حاجة تانية، هم مش عايزين يكسبوها لفيني، بس هم المعايير اللي حطوها يعني مش هتقدر تعترض عليها. يعني انت عقل كده نتكلم بالعقل، المعايير اللي محطوطة مش هتقدر تقول ان رودري ما يستحقهاش من خلالها، لان هم ما جابوش سيرة ان اللاعب ده يكون مهاري. هم قال لك اللعب النظيف، البطولات، الارقام الفردية، الثلاثة دول رودري عامل فيهم ارقام كويسة جدا. فهم ما اتكلموش اصلا في مهارة او الكلام ده، انما هم مش عايزين يكسبوها لفينيسيوس، ده اكيد مليون في المية. فكرة السوبر ليج وفكرة المشاكل اللي بيعملها وفكرة ان ده مش واجهة للعبة بالنسبة لهم، فطبعا الموضوع مثير جدا للجدل. مش هتقدر تغلطهم، مش هتقدر تقول ان هم صح. فده كان كلامنا النهارده عن البالون دور. حبيت كده اتكلم اطلع في الحلقه اقول رايي، وانتوا برضو لو حد عنده وجهه نظر تانية ينزل يقول لي في الكومنتات ايه وجهه النظر التانية، شايف اللي انا قلته صح ولا لا. فكره ان اللاعب ده لو ممتع فعلا هتروح لفيني مليون مره. لو الموضوع هنا مش مقتصر على حته الابهار،
لا احنا دلوقتي بنتكلم ان الموضوع فيها عادي جدا، ان انت بتتكلم على لاعب، اتنين لعيبه ارقامهم تقريبا زي بعض، البطولات الارقام كل حاجه هتبقى زي بعض. فانتوا برضو ادخلوا كده في الكومنتات عرفوني انتوا ايه رايكم في الموضوع ده. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، وتتفرجوش وتجروا، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.